السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من السيارات مع عبد الله. النهارده هنتكلم عن واحده من اكتر العربيات المحبوبه اللي بتتميز باعتماديتها ومنتشره في السوق المصري بشكل كبير، وهي الكيا سيراتو 2010. فلو حابب تعرف مميزات وعيوب العربيه دوس اعجاب واشترك في القناه، ويلا نبدا الريفيو بتاعنا. العربية بتيجي بموتور 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 124 حصان عند 6300 لفة في الدقيقة، وأقصى عزم الموتور هو 156 نيوتن على المتر. والعربية بتقدر تتسارع من 0 ل 100 في 12 ثانية للنسخة الأوتوماتيك، والنسخة المانيوال في 10 ثواني. والعربية بتيجي بدفع أمامي، والفتيس في العربية فتيس مانيوال ب5 سرعات أو فتيس أوتوماتيك عادي جدا من 4 سرعات. ومتوسط استهلاك البنزين في العربية هو 7.5 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر. وخزان البنزين سعته 50 لتر، وبالنسبة لمساحة الشنطة فهي 414 لتر. والوزن الإجمالي بتاع العربية هو طن 600 كيلو، أما وزنها الفارغ فهو طن 180 كيلو. والعربية بتنزل بجنود سبور أو حديد مقاس 15 بوصة، أو بتكون جنود سبور مقاس 17 بوصة، والاختلاف بينهم بيكون حسب الفئات بتاعة العربية. وبالنسبة لنظام التعليق في العربية فعندك نظام تعليق أمامي هو نظام الماكفيرسون، ونظام التعليق الخلفي هو نظام التورجين بيم. اما بالنسبه للامان في العربيه فنزل فيها نظام منع الانزلاق ABS مع توزيع كروت الفرامل الالكتروني ABD، واثنين وسادة هوائيه للسواق والراكب الامامي. ودلوقتي يلا نشوف اختبار التصادم بتاع العربيه. لما نتكلم عن التصميم الخارجي بتاع العربية هنلاقيه تصميم انسيابي بدرجة كبيرة، كمان في لمسة رياضية شوية. وتعالوا نبدأ بالمقدمة بتاعة العربية وهنشوف الفوانيس جاية بالعرض، وزي ما احنا شايفين تصميمها شيك. وفي الفوانيس من جوه في اجزاء جايه باللون الاسود، ودي مديها لمسه جميله. والشبكه بتاعه العربيه هنلاقيها واخده مساحه متوسطه في نص العربيه، وشكلها مميز بالاطار النيكل مع اللوجو بتاع شركه كيا. كمان الشبكه فيها فتحات صغيره شبه خليه النحل. وتصميم الاكسدام بتاع العربيه تصميم مجسم على خفيف، وهنشوف تحت موجود المكان بتاع فوانيس الضباب مع فتحات التهويه السفليه. والجناب بتاعه العربيه هنلاقي تصميمها متواضع، بس بنلاقي فيها ميل جاي بشكل حلو من تحت المرايه لغايه الرفرف الخلفي. من الحاجات اللي شكلها جميل في تصميم الجناب هي المرايات بتاعه العربيه، ودي فيها لمسه حلوه وهي الاشارات اللي موجوده فيها. كمان الاكر بتاعه العربيه في الفئات العاليه بتبقى نيكل، فبتضيف لمسه حلوه. نروح للجنود بتاعه العربيه اللي شكلها بيختلف حسب فئه العربيه، وعندنا هنا الجنود شكلها بيديك لمسه رياضيه مميزه. نروح للتصميم الخلفي بتاع العربيه، وده بيديك شكل شيك وبيظهر لينا من خلال الفوانيس اللي جايه بالعرض ونزلت باضاءه هالوجين. ومن الحاجات اللي شكلها جميل في التصميم الخلفي هو الحافه بتاعه الشنطه، كمان لو موجود السبويلر بيخلي شكل العربيه اجمل. وفي الاكسدام بتاع العربيه عندك الديفيوز الخلفي اللي جاي باللون الاسود، وبيديك شكل شيك مع الجزء النيكل بتاع فتحه الشكمان. تعالوا بقى نشوف الصالون بتاع العربية. وفي البداية كده معظم الخامات بتاعة الصالون من البلاستيك الناشف، ولكن خامات جيدة. ومن الحاجات الحلوة في البيبان هي الأكرة والجزء الرصاصي اللي حواليها، كمان هنلاقي موجود زراير التحكم في المرايات والأزاز الكهرباء. ومساحة التخزين في الباب مش صغيرة، يعني هتشيل أزازة مية بحجم متوسط. والكراسي بتاعة العربية نزلت بفرش قماش خامته محترمة، والقعدة في الكراسي بتبقى مريحة بشكل حلو. ولما بتقعد فيها بتديك الاحساس كأنك راكب عربية رياضية، لان الكراسي بتبقى واطية، كمان انت ما بتشوفش اطراف العربية من قدام، ولكن القعدة في الكراسي ممتعة. والطارة بتيجي بثلاث اطراف نزلت بشكلها الجميل باللون الرمادي مع الاجزاء الرصاصي، وزي ما احنا شايفين بينزل فيها زراير المالتي فانكشن. تعالوا بقى نشوف اجمل لمسه في صالون العربيه، وهي العدادات اللي جايه بشكل مميز جدا باللون الاحمر، وجايه بثلاث دوائر فيهم العدادات. وعلى الشمال عندك العداد بتاع الRPM، وفي النص عداد السرعه مع درجه الحراره، وعلى اليمين موجود عداد البنزين مع بيانات العربيه.
نروح بقى للتابلو بتاع العربية اللي جاي بشكل مميز وبيجي من البلاستيك الناشف. من الحاجات المميزة في تابلو العربية هو الجزء الوسطي اللي نزل باللون الرصاصي مع الاسود، وموجود في المكان بتاع الساعة وتحته زرار الانتظار، وبعد كده المكان بتاع الراديو كاسيت اللي بيشغل اسطوانات، وليه مدخل USB و AUX مع 4 سماعات في العربية، وفي الاخر موجود بكر وزراير التحكم في التكييف. من نقطة تميز الكيا سيراتو 2010 هي ان الموتور بتاع العربية موتور G4 FC، والموتور ده شركة كيا استخدمته في كذا موديل من العربيات بتاعتها، واللي بيميز الموتور ده هو انه بيوفر لك اكبر قوة وعزم ممكنة، وده بيظهر لينا من خلال التسارع بتاع العربية. كمان انت لو بتحب الجري او عايز العربية تكون بتستجيب معاك بشكل سريع وقت ما تدوس بنزين، فالكلام ده هتلاقيه متوفر بشكل كويس في الكيا سيراتو. برضه من الحاجات اللي ساعدت ان العربية تستجيب معاك بشكل سريع هو الفتيس بتاع العربية، لانه فتيس اوتوماتيك عادي جدا مكون من 4 سرعات، كمان بيتميز بقله الاعطال بتاعته وسهوله صيانته. ونزل في الموديل بتاع 2011 فتيس اوتوماتيك عادي جدا برضه، ولكن المره دي من 6 سرعات. وان الناس هتسال مين الافضل في التسارع، الفتيس 6 سرعات ولا الفتيس 4 سرعات؟ هقول لك الافضل هنا هو الفتيس 4 سرعات، لانه بينقل بين السرعات بتاعته بشكل سريع، على عكس الفتيس 6 سرعات اللي بياخد وقت اطول عشان يحول بين السرعات 6 بتوعه. ولكن الفتيس 6 سرعات ميزته ان لو انت ماشي على سرعات عاليه 100 مثلا او 120 بتلاقي الموتور صوته هادي ومش بيزعق زي حالته مع الفتيس 4 سرعات. اما اكبر نقطه تميز في الكيا سيراتو هي ان العربيه بتبقى ثابته على الطريق بشكل كويس، وده يخليك وانت مسافر تبقى مطمن وهتحس بالامان. والثبات هيكون حلو بسبب نظام التعليق الخلفي اللي هو نظام التورجن بيم، بجانب ان العربيه قريبه شويه من الارض فده ساعد في ثبات العربيه. شنطه العربيه من الحاجات المعقوله جدا لان مساحتها 416 لتر، ودي مساحه متوسطه هتقدر تشيل فيها الحاجات اللي انت عايزها بشكل مش وحش. ولكن لو عايز تزود مساحه الشنطه فعندك امكانيه تستغنى عن الكنبه وتنزل الظهر بتاعها، وهتلاقي المساحه وسعت معاك بشكل حلو. ولو بتسأل على الأمان في العربية فحب أقول لك إن العربية واخد 4 نجوم في اختبارات الأمان الأوروبية، والعربية نزلت عندنا مصر بنظام منع الانزلاق ABS وتوزيع كود الفرامل الإلكتروني ABD مع 2 وسادة هوائية للسواق وراكب الأمامي. ووسائل الأمان دي وجودها بيختلف حسب فئات العربية. تكييف الكيا سيراتو هيديك اداء جيد جدا في التبريد بتاعه، يعني هتبقى منتعش ومستمتع في الجو الحر ومفيش حاجه هتعكر مزاجك. كمان التكييف لما بيشتغل ما بيأثرش بشكل ملحوظ على سحب وعزم الموتور بتاع العربيه. لو عايز تعرف اخبار العزل جوه صالون الكيا سيراتو فالعزل هيكون جيد بدرجه حلوه على السرعات المعتدله لغايه 100 او 120. من اكبر عيوب الكيا سيراتو 2010 هي ان العفشه بتاعت العربيه ناشفه حبتين، فلو انت سايق العربيه في شارع مكسر او مدغدغ شويه مش هتبقى حاسس بارتياح قوي وانت راكب العربيه. والعفشه بتكون ناشفه بشكل كبير مع الجنط 17 بوصه، ولكن انت ممكن تقلل النشفان ده شويه بانك تصغر الجنط ل 15 او 16 بوصه. كمان بنشوف ان العربيه قريبه من الارض بدرجه مش قليله، وبالاخص مع الجنط 17 بوصه، فده بيخليها معرضه بشكل كبير انها تحك في المطبات. بالنسبه لاستهلاك البنزين في العربيه فلو انت بتدور على حاجه موفره فالكلام ده مش هتلاقيه موجود هنا، لان استهلاك البنزين في الكيا سيراتو زي معظم استهلاك العربيات اللي بتيجي بمواتير 1600 سي سي على الطرق السريعه والاماكن الرايقه بيكون 7 ل 7.5 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر، وجوه البلد الاستهلاك بيرفع معاك وممكن يوصل لغايه 10 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر. ولو بتجري على سرعات عاليه ممكن الاستهلاك يعلى اكتر من كده ويوصل ل 12 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر. سعر العربية المستعملة للحالات الكويسة بيتراوح من 160,000 جنيه لغاية 300,000 جنيه، والسعر ممكن يزيد عن كده. طبعا السعر بيختلف حسب الحالة والموديل والفئة بتاعة العربية. في النهاية لو عجبك الفيديو متنساش تعملنا بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.